ازيكم عاملين ايه؟ لما توصل لنقطة ان انت حاسس ان انت مخنوق، ان انت متكتف، ان انت مربوط من كتر الكلام اللي جواك، في كلام كتير عايز تقوله في نفس الوقت مش عارف، لان انت حاسس ان انت كأن حلقك مربوط مقفول. وقتها تعمل ايه؟ اخرج للطبيعة، تواصل مع الطبيعة، بص على البحر، شم ريحة اليود، بص على لونه، اسمع صوته. وهو عمال الموج بتاعه عمال يتقلب. ابتدي بص، حط رجلك في الرملة. لو هي ناشفة حس بملمسها، لو هي رطبة حس بملمسها. أحجام الطوب اللي فيها، حط رجلك فيها، خلي الرملة تتغلل بين صوابعك كده زي ما بيقولوا. غطس رجلك وإيدك فيها وحسها، شمها. ابتدي الحشيش، الزرع، اقلع الكوتشي، اقلع الشوز بتاعك، اقعد على الزرع، اقعد على الحشيش، خليه يلمس رجليك، خليه يلمس ايديك. المسه بايدك، شوف لو هو رطب، شوف لو هو فيه ندى، لو هو ناشف. حط ايدك على الطينة، تواصل مع الحاجة والطبيعة زي ما هي. بطأ من سرعتك. كأن مفيش اي حاجة حواليك غير اللي انت سامعه واللي انت شمه واللي انت حاسه بايدك واللي انت شايفه. بس من الطبيعة، الحاجة البطيئة، مش الحاجات السريعة اللي موجودة في حياتنا. طيب، بص الالوان، الورد، احجامه، اشكاله. بص للسما، بص اللون بتاع السما. بص للسحب، بص للشمس وهي عمالة ترمي الضوء على الحاجة، عليك، على عينك. هتقدر تهدى وتتنفس، ومع الوقت هتحس ان انت لما بتكرر ده كل يوم هتحس كأن حلقك ابتدى يتفتح، ابتديت عارف تتكلم مع نفسك، تتواصل مع نفسك، ومع الوقت هتعرف تتواصل مع الناس من تاني، وحلقك هيفتح على الاخر كمان، وصوتك هيطلع زي ما بيقولوا. طيب، ده كله ليه؟ علشان احنا اصلا اتخلقنا في وسط الطبيعة، اتخلقنا عشان نتواصل مع الطبيعة، نتواصل مع الناس، بس قبلها مع الطبيعة عشان نعرف نتواصل مع نفسنا، ونعرف نتواصل بعد كده مع الناس. يعني ده معناه احنا مش مخلوقين علشان نقعد في مباني في وسط طوب وزلط واسمنت. احنا محتاجين نتواصل مع الطبيعة، هو ربنا خلقنا كده اصلا. فاعملوا كده. هتحسوا ان انتوا احسن، وهتحسوا ان انتوا نفسيتكم افضل، وابتديتوا تعرفوا تتواصلوا مع نفسكم ومع الناس، وتعرفوا تواصلوا حياتكم وتتعاملوا احسن من تاني، وحلقكم هيفتح على الاخر. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.